مرحبا بكم اخواني اخواتي معايا اليوم في فيديو جديد. قبل ما نبداو غادي نقول لكم عيد مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية في جميع بقاع العالم، بالصحة والسلامة وطول العمر وكثرة الرزق إن شاء الله. اليوم غادي نديرو هاد القطيبات ديال الدجاج كيجوا لداد وفتيين وكيبغيهم الوليدات الصغار. كونوا متأكدين إلا درتوهم غادي يعجبوا وليداتكم وغادي تناولوهم بدون تردد. هاد الوصفة غادي نحتاجو ليها صدر الدجاج. بالنسبة هنا لصدر الدجاج الكمية اللي بغيتو، يعني ما تقيدوا بالكمية ديال الدجاج، على حسب عدد الأفراد ديال الأسرة وعلى حسب عاوتاني اللي بغيتو انتوما. كنشدو صدر الدجاج بطبيعة الحال ملي كنغسلوه وكنقوه وكنشفوه كنقطعوه كروات بهاد الطريقة وكنطحنوهم حتى يولوا لينا هكاتي اللحم مطحون. ونشوفوا من بعد اشنو غادي نضيفوا ليه باش نصايبوا القطيبات اللي عندنا اللي غادي نديروا اليوم في الوصفه ديالنا. صافي كيف قلت لكم الكميه اللي كنطحنوا كنحطوها جانبا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. ومن بعد غنشوفوا التوابل والاضافات اللي غادي نضيفوا ليهم. صافي هنايا انا كملت الكميه اللي عندي تاع صدر الدجاج. غادي ندوز دابا باش نقطع الفلفل الاحمر. احتاجيت هنايا حبه ديال الفلفل الاحمر المتوسطه الحجم، وانا ضفت هنايا ليها 2 حبات ديال البصل. انا عندي البصل صغير هنا، الا كانت عندكم حبه متوسطه تاع البصل تقدروا تستعملوها. انا درت 2 حبات ولكن راه صغار. بالنسبه للفلفل غادي نقطعوه نقوه مزيان وغادي نقطعوه حتى هو كروات، وكذلك البصل غادي نقوه وغادي نقطعوه كروات وغادي نطحنوهم يعني حتى يكونوا مفرومين مزيان، يعني يطحنوا مزيان. صافي كنقطعوهم هكا غير عشوائي لانهم غيطحنوا باقي. غادي نطحنوهم وغادي نديروهم في شي صفايه بحال اللي كتبين الصوره حتى كيهبط منهم داك الماء ديالهم كامل ويبقى لي غير الفلفل والبصل بدون ماء. هنا من الافضل يعني تبقاو ديروا لهم هاد الطريقه هكا حتى يتحيد الماء كلشي. صافي ملي كنعصروهم هكا تنحيدو منهم الماء كامل كنحطوهم جانبا، وبطبيعه الحال هذاك الماء راه ما كنرميوه كنخلوه لاننا غادي نستعملوه. هنا بالنسبه التوابل اللي غادي نديرو لحم الدجاج غادي نديرو هنايا عندي معدنوس، توابل ديال الدجاج، ثوم بودره، ملح، فلفل اسود، زنجبيل، فلفل احمر حار. طبيعه الحال تقدروا تستغنوا على الفلفل الحار على حساب الوليدات. غادي نضيف داك الفلفل وداك البصل اللي بقى اللي حيت منه الماء غادي نضيفو للدجاج والتوابل. انا خليت منه غير ملعقه ما عمرش، يعني تقريبا درت الكميه كامله اللي حضرت. صافي هنايا غادي ندمجهم مع بعضياتهم وغادي نضيف لهم ملعقه كبيره من الدقيق، يعني دقيق عادي، ملعقتين تقريبا ديال زيت الزيتون. وهنا الدور ديال الدقيق باش يشرب ليا دوك السوائل، الا بقاو يعني الا بقات شي حاجه من السوائل كيشرب هذاك الدقيق، وباش ما يعذبوكم ملي تكونوا كتشكلوهم في القطيبات يعني باش يشدوا مزيان. صافي هنا الماء اللي بقى ليا ديال الفلفل غادي نقسمو على 2. هنا واحد النصف غادي نخليه ما غاديش نضيف ليه والو، النصف الثاني غادي نضيف ليه ملعقتين تقريبا ديال زيت الزيتون، وغنضيف ملعقه ديال صلصه الصوجه. غادي نخلطهم حتى يندمجوا مزيان، وهذا الخليط غادي نستعملوه ملي كيكونوا القطيبات في الفران. صافي هنايا الدجاج راه عندي، القطيبات راه وجدتهم. الا بغيتو تستعملوا القطيبات الخشبيين قبل ما تستعملوهم رطبوهم واحد ربع ساعه في الماء. وهنا عندي داك الخليط ديال الفلفل والبصل اللي ما ضفت ليه والو، غادي نبقى نسرد فيه يدي او نرغن فيه يدي، وغادي نبقى نصايب بولات بحال هكاتي ونلصقهم في القطيبات، يعني نهز بوله ونلصقهم بهذه الطريقه في القطيبات.
راه داك الطحين كيساعد وما كيطيحوش من القطيبات. صافي كنمشيو بنفس الطريقة حتى كنعمرو القطيبات كاملين، كنشدو طاوة كنغلفوها بورق ألمنيوم وكنحطو الشواية ديالنا فوقها وكنستفو القطيبات حتى كنكملوهم كاملين، يعني راه كيلصقوا بسهولة وما كيعذبوكم. هنا عطاوني 10 د القطيبات بطبيعة الحال، غادي ندخلهم الفران، الفران كنشعل الشواية من الفوق وكندخل الطاوة ديالي غنخليهم واحد 6 دقايق، ومن بعد غادي نخرجهم وغادي ندهنهم بهذاك الخليط اللي درت فيه صلصة الصوجة وزيت الزيتون، ومن بعد غادي نردهم للفران حتى يدوز واحد 3 دقايق ونقلبهم ونعاود ندهنهم بهذاك الخليط عاوتاني، وصافي نخليهم تيتحمروا، نبقى مقابلاهم حاطه عليهم عينين مقابلاهم حتى كيطيبوا يتحمروا، وكنخرجوهم من الفران وكنقدموهم مع اللي حبينا ومع اللي بغينا. هنا راه خرجتهم من الفران الشكل ديالهم محمرين وزوينين وكيجوا فتيين وطريين. نتمنى احبائي يعجبكم الفيديو، وبطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ما تنساونا من لي لايك ديالكم تعليقكم الزوينه، واللي باقي ما مشترك في القناه يشترك باش يتوصل بالجديد. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء. وصار كله فوح بالعطر ولباس كل الوان، ثبتيني بعلان فقري رسمه